السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وبأحسن حال. تعالوا بينا قبل ما نقول اي حاجة، تعالوا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا. صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم، بحبكم في الله. الناس الجديدة معانا اهلا وسهلا بيكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. بحبكم كلكم في الله، عيلتي الكبيرة ان شاء الله تكبر بيكم. ويعني اللي مخليني مكملة لحد دلوقتي كومنتاتكم الجميلة وتعليقاتكم الحلوة اللي انتوا بتعلقوها لي، ربنا يخليكم ليا. اما دي هتفضلي تتكلمي كده ومش هتقولي ان انت عاملة ايه. عاملة اكلة روعة يا جماعة، خطيرة بجد بمعنى كلمة خطيرة. بصوا، انا طبعا مش هقول لكم انا عملت ايه، عشان اللي حابب يعرف انا عملت ايه يجي يخش معايا المطبخ ويشوف احنا عملنا ايه مع بعض. بجد يا جماعة الاكلة شكلها تحفة. حط لها بقى شوية خضرة كده زي ما انتوا شايفين كده. يعني اكلة سهلة خالص وبسيطة وبمقادير بسيطة. بصوا يا جماعة، مقاديرها بسيطة خالص. يعني دي بطاطس ولحمة مفرومة وتحابيش تحابيش تحابيش. انتوا طبعا مش عارفين انا عملتها ازاي، ما تبصيش، هم هيخشوا ويشوفوا انا عملتها ازاي. طريقتها سهلة خالص وبسيطة، واللي حابب يعرف الطريقة يجي يخش معايا المطبخ ويشوف احنا عملنا ايه. وبالله عليكم اللي عاجبه الفيديو ما ينساش يشيره ويبعته لكل الناس عشان كل الناس تستفاد منه، عشان هو بسيط وبجد طعمها حكاية. تعالي يلا نخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وبأحسن حال. تعالوا بينا قبل ما نقول اي حاجة، تعالوا بينا نصلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا. صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا احلى ناس. عاملين ايه؟ الناس الجديدة معانا أهلا وسهلا بيكم. وجودكم معانا على راسنا من فوق، وجودكم معانا على راسنا من فوق يا أحلى ناس. بحبكم في الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. أما عيلتي الكبيرة إن شاء الله اللي هتكبر بيكم، ربنا يخليكم ليا يا أحلى عيلة. بحبكم في الله. وحشتوني كتير كتير كتير، عشان بقالي كتير ما عملتش معاكم لايف علشان النت ضعيف عندي. انتوا عاملين ايه؟ عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني والله، وربنا يخليكم ليا يا احلى عيلة. بحبكم في الله والله العظيم. ايه يا مهاجرة، هتفضلي تتكلمي كده كتير مش هتقولي لنا انت هتعملي ايه؟ حاضر هقول لكم، عشان بحبكم وبحب اتكلم معاكم وبحب ارغي معاكم. عاملين ايه؟ احنا هنعمل ايه بقى مع بعض النهارده؟ اكله بسيطه خالص وسهله خالص، ومش قادره اقول لكم انا عن نفسي بعشقها وبحبها. لما اكون زهقانه من الاكل، من الطبيخ ومن الرز والمكرونات والكلام ده كله، بقوم عاملاها كده بتتغمس بالعيش جنب شويه مخلل وزي الفل يا معلم. تمام. انا كده مقطعه بصلتين كبار زي ما انتوا شايفين كده، وده ربع لحمه مفرومه، ودي البطاطس بتاعتنا مقطعاها مكعبات. يلا بينا نشتغل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا دلوقتي عملت ايه؟ حطيت البطاطس كده حمرها، مقطعاها مكعبات وحطيتها حمرها كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما تتحمر اقول لكم هنعمل ايه تاني. وادي برضو البصل بتاعي حطاه يدبل كده ويتحمر علشان احط اللحمه المفرومه بتاعتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، البصله بتاعتنا بتتحمر اهي زي ما انتوا شايفين. حطيت لها حبه ملح عشان تتحمر بسرعه، عشان انا مستعجله زي ما انتوا شايفين كده. والبطاطس بتاعتنا برضو بتتحمر زي ما انتوا شايفين كده. وعايزين ننجز بسرعه بسرعه نعمل الاكل عشان احنا متاخرين في عمايل الاكل. زي ما انتوا شايفين كده، حمر البطاطس تقطعيها مكعبات وتحمريها، والبصل برضو نفس الحكايه.
كده عشان احط عليه اللحمه المفرومه. كده داخل خلاص على تحمير اهو. أكلة سهلة خالص وبسيطة لو انت زهقانة من الأكل ومش حابة تطبخي ومش حابة تعملي بقى طبيخ والكلام ده كله، دي حاجة سهلة خالص وبسيطة ومش مكلفة يعني. هو ربع كيلو لحمة مفرومة، والبصل عندنا في البيت والبطاطس عندنا في البيت، يعني مش هنكلف حاجة، احسن من الفول والطعمية والبيض والجبنة والكلام ده كله، وعملتي اكل حلو برضه. نحمرها كمان شوية علشان هي كل ما تبقى متحمرة كل ما يبقى احسن يعني. حمرتها كده زي ما انتم شايفين. اللحمه كانت متجمده في الفريزر بس مش مشكله، هتفك معانا اهو زي ما انتم شايفين كده. حطيت اللحمه وابتدي ان انا اقلب فيها شمال ويمين كده علشان تفك معايا. الصراحه ما كانش في دماغي ان انا اعمل كده، عشان كده ما طلعتش اللحمه من بالليل او ما طلعتهاش بدري شويه. وطيت عليها طبعا عشان اللحمه تفك معانا. وسبتها مع نفسها واشوف بقى البطاطس بتاعتي وصلت لحد فين عشان اطلعها لسه شويه. هي خلاص قربت تتحمر اهي هي كمان. خليها تتحمر. بصي يا بنات اللحمه بتاعتنا والبصله اتعصجت وبقت زي الفل معانا اهي زي ما انتم شايفين كده، ناعمه وقويه وكلها حنيه. حطوا البطاطس بتاعتنا برضو اتحمرت اهي زي ما انتم شايفين. حط بقى عليها البطاطس كده، خليكم معايا للاخر علشان تستفادوا من الفيديو بتاعنا النهارده. اقلب كله كده مع بعضه. وحطي بقى توابلك زي ما انتم شايفين كده. احط بقى توابلي دي كده، واحدة مرقة ماجي انا بحب احطها، مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش يعني، دي كده بس بتدي طعم حلو قوي اهي. نحط بقى الملح بتاعنا، عشان طبعا البطاطس مفيهاش ملح. شوية كمون، كده ايه احنا بنحط حاجتنا كلها. شوية فلفل اسمر، تمام كده. واقلب بقى كله في قلب بعضه. شفتوا انا عملت ايه؟ شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل اسمر، واحدة مرقة ماجي. ولو مش عايزة تحطيها انتي طبعا ما تحطيهاش، دي حاجة حرية شخصية يعني. تمام. احنا كده هتاكلي اكلة بجد روعة وخطيرة. محمرين بطاطس بس باللحمة المفرومة وبطريقة جديدة، انا بعملها على طول الصراحة، هتعجبك قوي والله، هتعجبك، جربيها. انا كده بقلب عشان الحاجة بتاعتي كلها
بتعمل في قلب الصينيه، في قلب الطاسه يعني. معلش. خلاص انا كده قلبتها. هوريكم بقى انا هعمل ايه تاني، عشان هسيبها شويه على النار وبعد كده هطفي عليها. بصوا يا بنات، انا قلبت كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين، علشان المفروض ان انا شويه كده يعني. بصوا هحط لها مج الميه ده اهو كده تمام، واقلبها كويس عشان كلها كده تشرب من بعضها، تشرب من اللحمه والبطاطس، كله يشرب من كله، البصل والبطاطس وكل الحاجه كده ايه تشرب من بعضها وتبقى تمام ومية. انا بقى هغطيها واسيبها كده 5 دقايق ولا حاجه، وبعد كده نشوفها عملت ايه معانا. خلاص يا بنات، خلصت زي ما انتوا شايفين كده. طريقه سهله خالص وبسيطه، جربوها ان شاء الله تعجبكم بجد والله. طريقتها سهله خالص وبسيطه وطعمها روعه وفي منتهى الجمال يعني. ما تنسوش تجربوها، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.